حبيبي يا برج الأسد، برجي، برج كله ثقة بالنفس، واثق 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 من نفسه. وده مش غرور، مع انه ناس كتير لما بتشوفه بتقول عليه مغرور، لكن هو في الحقيقة واثق بالفعل من نفسه. بيحب الاهتمام جدا، بيحب ان انت تركز في تفاصيله، ادق التفاصيل. بيحب جدا ان هو يحس ان انت مهتم بيه. الاهتمام عنده محور حياته، لو انت مهتمتش بيه للأسف بتخسره. بيحب المظاهر قوي، وده مش معناه انه سطحي، لا خالص على فكرة. بس بيحب يبقى شكله حلو وريحته حلوة ومظهره حلو قدام الناس، وده بيفرق جدا على فكرة في ثقته في نفسه. وكمان قيادي، قيادي جدا، يعني ليدر كده في نفسه، بيحب يقود اي حاجة، يعني هو اللي بيبقى في وش المدفع. كريم جدا وسخي جدا ومضياف جدا في بيته. يعني بص، تحب كده ان انت تتعامل مع واحد من برج الاسد اللي في ايده مش ليه، زي ما بيقولوا كده بالظبط. ده غير بقى انه رومانسي قوي وعاطفي جدا لأبعد الحدود. ممكن تخطف قلبه بكلمة، بموقف صغير جدا انت عملته معاه. وزي ما قلتلكوا هو قيادي، بس الناس بتفتكره متحكم وعايز يتحكم في كل الامور، لكن هو مش كده خالص على فكرة. بصوا، برج الأسد ده ملك كده في نفسه، حاجة كده خطيرة. بيموت في السفر، بيحب الخروجات، بيحب التنطيط، وبيحب كده الفسح. مبهج، برج كده مفيش أحلى منه. لو انت برج الأسد قولي إذا كان كلامي صح ولا غلط. ولو انت عندك برج الأسد، اوعى اوعى تضحي بيه. بص، لو مراتك دلعها، بتموت في الاهتمام والدلع. لو بنتك اهتم بيها. لو أي حد تعرفه برج الأسد حافظ عليه، حطه في عينيك.